العمل التطوعي يعتبر من أسهل الفرص اللي هتساعدك إن أنت تاخد أي تأشيرة شنجن، حتى لو كان جواز السفر بتاعك أبيض وأول مرة تسافر. يعني الفرص بتاع التطوع ديت يا جماعة هي اللي هتساعدك إن أنت تقدر تدخل أوروبا وتاخد أي تأشيرة لأي بلد أوروبي منزلة فرصة تطوعية، وهتساعدك كمان في مصاريفك هناك. يعني هيبقى لك راتب شهري، هتساعدك في الإقامة والسكن، حتى تذاكر الطيران بيوفرها لك هناك، زي فرصة النهاردة اللي هنتكلم عنها اللي مقدماها دولة التشيك، وبالأخص منظمة تشيكية يا جماعة طالبة عدد معين من الشباب، والتقديم عليها بيبقى مجانا وبيبقى بأوراق بسيطة، مش شرط فيها حساب بنكي. بيبقوا محددين فيها شوية شروط هنتكلم عنها النهاردة وازاي تقدم على الفرصة ديت. بس الأول لو انت أول مرة تشوفنا يا ريت ما تبخلش علينا بالاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد. يا مساء الفل عليكم يا شباب، كل سنة وانتم طيبين. النهارده يا جماعة هنتعرف على فرصة مقدماها منظمة تشيكية. المنظمة ديت طالبة عدد معين من الشباب. هنتكلم طبعا في الأوراق اللي هتطلب منك. أول حاجة التقديم عليها هيكون مجانا. الأوراق اللي هتطلب منك لما تيجي تقدم على الفرصة بتاع النهارده هي السي في والسيرة الذاتية. السي في أو السيرة الذاتية وخطاب النية، يعني ورقتين بالظبط. السيرة الذاتية دي تعتبر ورقة مهمة جدا لما تيجي تقدم على فرصة النهاردة، لأنها الطلب منك فيها إن أنت تذكر مهاراتك، إن أنت تقول كل خبراتك وشهاداتك، أي حاجة أنت شاركت فيها سواء كان عمل تطوعي أو عمل خيري. العمل التطوعي هو العمل الخيري، يعني عمل أنت بتقدمه من غير ما تاخد راتب. أما الفرصة بتاع النهاردة هم هيدوا لك راتب، فأنت اذكرها طبعا في قلب السي في بتاعك. وخطاب النية ده بتجيبه لو انت خريج مدرسة من الإدارة التعليمية. لو انت بقى خريج طبعا جامعي فانت هتجيبه يا جماعة من الجامعة اللي انت متخرج منها. دي ورقتين اللي هيطلبوا منك بس بالظبط. وزي ما قلنا التقديم مجانا، يعني مش هتدفع حتى رسوم وقت التقديم، وهتقدر تقدم كمان بنفسك ومن بيتك ومن موبايلك، يعني مش محتاج حد يقدم لك. تاني حاجة برضو يا جماعة ان هناك شوية شروط عشان تقدم على الفرصة بتاع النهاردة. اول الشروط ديت ان انت يكون سنك من 18 ل 30 سنة، لانه ما بيحبهم السن اللي هو الشبابي، السن اللي هو بيحب يتفاعل طبعا ويشترك في اي فعاليات تطوعيه. السن ده بيبقى طبعا حطاه المنظمه، مش اي حد يتاح له انه يقدم على الفرصه بتاع النهارده للاسف. زي فرصه النهارده بيقول لك سنك لازم يكون بين 18 ل 30 سنه، يعني لو اقل من 18 سنه او اكبر من 30 سنه للاسف مش هتقدر تقدم على الفرصه دي. تاني حاجه بيقول لك لازم يكون معاك شهاده تعليميه. يعني ايه شهاده تعليميه؟ يعني لو انت معاك ثانوي تعرف تقدم، معاك جامعي برضه تعرف تقدم على الفرصه دي. ما معكش شهاده برضه للاسف مش هتعرف تقدم على الفرصه بتاع النهارده. عشان ناس كتير بتبدا تسالني لو انا معايا الشهاده اقدر اقدم، لو انا معايا حرفه. اقول لكم يا جماعه العمل التطوعي في اغلبه بيشرط الثلاث شروط دول. ثالث حاجه برضه يا جماعه اللغه، ان دي بتبقى عائق طبعا لناس كتير. اما اللغه هنا مش شرط منك ان يكون معاك ايلتس، يعني شهاده تثبت ان انت بتتكلم اللغه، بس بتثبت لهم باي حاجه ان انت فعلا عن طريق مستواك التعليمي، ان انت فعلا ممكن تكون واخد دورات تدريبيه اي مستوى في اللغه الانجليزيه. ودي طبعا سهله للجميع. يبقى عندي ثلاث شروط عشان تقدم على فرصه النهارده: ان انت يكون سنك بين 18 ل 30 سنه، يكون معاك شهاده تعليميه اللي هي مؤهل دراسي سواء كان ثانوي او جامعي، او ثالث حاجه يا جماعه اللي هي اللغه الانجليزيه. لازم يكون معاك لغه انجليزيه، مش شرط يكون معاك شهاده تثبت لهم ان انت بتتكلم اللغه الانجليزيه. فرصه النهارده ديت هتساعدك على ايه بالظبط، او هتوفر لك ايه بالظبط؟ هتوفر لك يا جماعه التاشيره، ودي اهم ركن طبعا لما بنيجي نقدم الفرص التطوعيه، لان هي فرص مجانيه. الفرص التطوعيه قلنا فرص خيريه بتطلب شباب للعمل الخيري، عمل يعني انت راح تساعد، انت مش راح تشتغل عشان تقبض. فديت النقطه ديت لازم تركز عليها. بس احنا بنقدمها ليه؟ عشان هم بيوفروا لك التاشيره، يعني بيبعتوا لك خطاب. الخطاب ده اسمه خطاب قبول او ادمنيشن ليتر، بيساعدك ان انت تاخد التاشيره الشنجن، ان انت رايح تقدم مساعده مش رايح تدور على شغل. تاني حاجه برضو يا جماعه بيساعدوك ان انت تاخد اقامه، يعني بيوفر لك السكن والاقامه بالمده اللي انت رايحها هناك. والتقديم زي ما قلنا بيكون مجانا على الفرص ديت. بتشترك في الموقع والرابط اللي هيبقى موجود في قلب صندوق الوصف بايميل طبعا شخصي يكون بتاعك، وبتبدا ترفع الاوراق اللي هي السيره الذاتيه وخطاب النيه. يعني خطوات التقديم كده تعتمد على ثلاث نقط: اول حاجه بتشترك في الموقع، تاني حاجه بتبدا ان انت ترفع سيرتك الذاتيه، وبتستنى منهم الرد بيبعتوا لك في حاله تم قبولك اللي هو الخطاب اللي احنا اتكلمنا عنه. واخر ميعاد للتقديم هيكون يوم 23 فبراير
2024 يعني 23/11 اللي هو 2024. ومدة الفرصة ديّة هتوفّر لك إقامة لمدة سنة، يعني زي كإنّك واخد تأشيرة لمدة سنة. ممكن تاخد تأشيرة لمدة 90 يوم، بس أول ما تدخل بلد هناك هم بيحولوها لك لإقامة لمدة سنة. العمل التطوعي هنا بيكون لا إما في عمل الزراعة، في الغابات، في قطف الخضروات، أو المشاركة في أي حدث هناك، مؤتمر، أي فعاليات بتقيمها المنظمة، فأنت مُجبر إن أنت تشارك فيها، سواء كانت فرص تدريبية، سواء كانت فرص للعمل في المزارع، سواء كانت الفرصة ديّة للمشاركة في مؤتمر. أنت رايح تقدّم حاجة مش مستني منها مقابل. بس المنظمة هنا كمان ليها عكس كده، يعني المنظمة اللي إحنا بنتكلم عنها هتصرف لك راتب شهري، يعني كمان ليك راتب شهري. والتقديم لو أنت حتى ما معكش حساب بنكي تقدر تقدم على الفرصة دي. بجانب يا جماعة لو أنت جواز السفر بتاعك أبيض، ولو أول مرة تسافر ومنطبق عليك الشروط اللي إحنا قلناها، يعني أنت سنك بين 18 ل30 سنة، يعني أنت معاك مؤهل دراسي، يعني أنت معاك لغة إنجليزية، بتبدأ تقدم بالخطوات اللي إحنا اتكلمنا عنها. ناس بتبدأ تسألنا في النقطة ديّة، رابط التقديم بيبقى فين بالضبط؟ رابط التقديم يا جماعة بيبقى موجود في قلب صندوق الوصف أسفل الفيديو. بتدخل طبعًا تسجل على الرابط لأنه بيبقى تبع المفوضية الأوروبية الخاصة بالتطوع. بتبدأ طبعًا ترفع بعد كده الورق المطلوب منك اللي هي السيرة الذاتية واتكلمنا عنها بالتفصيل. تبدأ ترفع خطاب النية اللي أنت جبته من الجامعة والمدرسة اللي أنت متخرج منها، وبتستنى الرد. النقطة هنا لو أنت حابب إن أنت تاخد إقامة دايمة هناك، دي ناس كتير بتسألني. يعني أنا مثلًا أنا رايح أقدم عمل خيري مش مستني منه فلوس، أو حتى يدوني حاجة رمزية، بس أنا عايز أستقر في البلد وأعمل إقامة وأشتغل. أقول لك تقدر عادي بكل سهولة برضه، لأن التأشيرة الشنجن بتسمح لك إن أنت تحولها بعد كده لأي إقامة، سواء كانت إقامة عمل أو إقامة لجوء أو إقامة دراسة. يعني إيه إقامة عمل أو لجوء أو دراسة؟ يعني مثلًا لو أنت لقيت عمل هناك في قلب البلد، فأنت تقدر بناءً على العقد اللي أنت هتمضيه، عقد العمل ده يا جماعة، فأنت من حقك إن أنت تعمل إقامة دايمة في قلب الدولة وتجددها سنويًا. بجانب برضه يا جماعة يحتاجوا منك في مسألة الدراسة إن أنت تجيب قبول من أي جامعة. يعني أي جامعة أنت حابب تكمل فيها دراسة عشان تاخد إقامة وتستقر في البلد هناك، بتجيب منها قبول، يعني بتقعد في البلد بفلوسك. أنت رايح تدرس بفلوسك، فالإقامة اللي أنت هتاخدها بفلوسك برضه. أما مسألة اللجوء دي بتبقى على حسب السبب اللي عندك، يعني لو أنت عندك سبب مقنع هيساعدك إن أنت تقدر تقدم بيه لجوء، فأنت بيسمح لك أول حاجة ب6 شهور في البلد هناك. بعد كده بتتجدد لا إما 6 شهور تانيين، أو بيبصوا من الطلب اللي أنت مقدمه، الأسباب اللي أنت مقدمها فعلا مقنعة ومن حقك إن أنت تاخد لجوء، وبناء عليه المحكمة بتنظر في الطلب بتاعك. يبقى العمل التطوعي تعتبر فرصة سهلة للشباب. يعني أنت ممكن تقدم النهاردة تصبر بعدها فرصة تانية، ربنا يكرمك بتجي لك التأشيرة من غير ما تدفع قرش واحد. باقول لك هنا مش مطلوب منك في حساب بنكي، مطلوب منك بس جواز السفر بتاعك. يعني أنت أول ما هتبدأ تسيستم أمورك وتضبط دنيتك وتقدم على الفرص ديّة، إن شاء الله ربنا مش مثلًا إن أنت لازمًا حاجة تيجي لك لغاية عندك، لأ لازمًا تسعى عليها. فعشان كده أنا باحاول إن أنا ألخص لك الفرصة في حاجات بسيطة أو في دقايق بسيطة، إن الفرصة ديّة هتساعدك بعد كده إن أنت تدخل لأوروبا. يعني فرصة النهارده لدولة التشيك، آخر ميعاد للتقديم يا جماعة بيكون يوم 23/11/2024، بورقتين اللي هي السيرة الذاتية، طبعًا خطاب النية. ودي تعتبر فرصة سهلة ليك، ومش هتديك شهر ولا 2، ده بتديك سنة كاملة في الدولة اللي أنت رايحها. يعني المنظمة بتاعة التشيك ديّة مقدمة لك الفرصة وبتقول لك بس أنا عايزة منك ال3 شروط دول والمتوفرين فيك. بعد كده ربنا ييسر لك الحال، بتدخل بلد هناك وبتبدأ تشوف الوضع اللي أنت حابب تكمل فيه، سواء كانت إقامة عمل، سواء بعد كده إن أنت تقدم لجوء أو تكمل دراسة. ولو جوزت تقدر برضه إن أنت تعدل وضعك لإقامة بناءً على جنسية الزوجة هناك. فدي كل حاجة خاصة بفرصة النهارده. بالتوفيق للجميع بإذن الله. ولو في أي استفسار يا ريت تنسبونا في قلب التعليقات، وأنا في أقرب فرصة هرد عليكم. وشكرا لكم وبس كده.